اتكلمنا في فيديو قبل كده عن الايفون 15 برو ماكس وقلنا انه مش موجه لكل الناس نظرا لان سعره قريب جدا من ال 16 برو ماكس، فاللي هيخلي واحد يجيب ال 15 برو ماكس يروح على طول لل 16 برو او الماكس. وقلنا برضو ان المستخدم العادي هيكون انسب له الايفون 16 العادي او كمان الايفون 15 العادي. ولكن لو انت معاك المبلغ اللي يشتري الايفون 16 بس انت لسه عايز ايفون برو وفي نفس الوقت مش عايز ال 14 برو ولا قادر توصل لل 15 برو ماكس، هنا يجي ضيف حلقتنا النهارده ويتألق، الا وهو الايفون 15 برو العادي. بدون كلام كتير خلينا نشوف يستحق انك تشتريه ولا لا. السلام عليكم، ازيك يا غالي؟ الاخبار؟ معاك احمد صدومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تدعي لاخواتك المستضعفين في كل مكان، ربنا يفرج عنهم في القريب العاجل ويبعد عنهم ولاد السيئه. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتتابعنا على الحسابات بتاع السوشيال ميديا، تلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن. وخلينا نبدا بالتصميم. التصميم وخامات التصنيع هي فعلا اللي ما بتفرقش حاجه اطلاقا عن الايفون 15 برو ماكس، لانه بيجي بفريم من التيتانيوم جريد 5 وظهر من الازاز المصنفر وطبقه حمايه على الشاشه. ولكن الفرق الاساسي ما بين الجهاز ده واخوه الماكس هو الحجم. طبعا انا بالنسبه لي بعشق حجم هذا البرو الصغير، او مش صغير بصراحه، المتوسط اللطيف اللي تقدر تستخدمه بايد واحده. كمان مع التصميم الجديد بقى الموضوع اسهل واسهل انك تستخدم الجهاز مش بايد واحده بس، لا وانت كمان ايدك مستريحه، بحيث ان انت حتى لو ركبت جراب وما حبيتش تمشي بالجهاز بالمنظر ده، برضو الجهاز مش هيكون كبير وتقدر توصل لجميع اطراف الشاشه بكل سهوله، خاصه كمان لو ايدك صغيره بقى. فموضوع الحجم هنا من الحاجات اللي على فكره ممكن تخلي ناس تستغنى اصلا عن ال 15 برو ماكس حتى لو هو معاه المبلغ اللي يشتريه بيه ويخليه يروح للبرو. حد زي شخصيا لو جيت اشتري في الفئه السعريه دي وانا معايا فلوس الماكس مش هروح للماكس، هروح للبرو، على الرغم من ان الماكس وزنه بقى اخف من قبل كده ومسكته اريح من قبل كده، ولكن الجهاز ده فعلا مسكته مريحه بشكل غير طبيعي. احنا مبسوطين لان ال 15 برو ماكس وزنه نزل ل 221 جرام، الجهاز ده وزنه 187 جرام. في 187 جرام في جهاز بالمواصفات اللي هنتكلم عليها بعد شويه ده شيء متوحش. وطبعا الجهاز مقاوم للميه والغبار بمعيار IP68، ونظرا لان حجم الجهاز اصغر فاكيد الشاشه اصغر، ولكن انت مش هتستغنى عن اي حاجه في مواصفات الشاشه الفلاج شيب ليفل مع الايفون 15 برو، لانه بيجي بنفس شاشه الايفون 15 برو ماكس ولكن مع حجم اصغر. هي شاشه بمقاس 6.1 بوصه، سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد اتش دي ار 10 دولبي فيجن، مستوى سرعه بيوصل ل 2000 نيتس، كثافه بكسلات ممتازه 460 بكسل لكل انش، والحواف اللي تم تقليلها عن الجيل اللي فات. وتجربه مشاهده المحتوى هنا هي نفس تجربه ال 15 برو ماكس مع حجم اصغر. تاخد تجربه مشاهده محتوى ممتازه والوان روعه الروعه، ودايناميك ايلاند بتاكل من المحتوى، ومحتوى على نتفليكس والمنصات اللي بتدعم اتش دي ار والدولبي فيجن ممتاز. مش هتستغنى عن اي حاجه ايا كان اللي انت عاوزه من شاشه جهاز فلاج شيب هتاخدها مع الايفون 15 برو. بالنسبه للصوت فهو صوت ممتاز جدا جدا، يعني ممكن يبقى اقل شويه من ال 15 برو ماكس نظرا لان حجم الجهاز نفسه اقل. مش بنتكلم اقل ككواليتي، لا الكواليتي هي والبيز ممتاز جدا زي ما هو. ممكن تاخد ليفل اقل حاجات بسيطه خالص، انت اصلا لو شغلت الجهازين جنب بعض مش هتلاحظ. واستكمالا للابهارات فالابهار القادم هو الاداء. الايفون 15 برو بيجي بمعالج ال A17 برو مع 8 جيجا بايت رام ومساحه تخزين بتتراوح من 128، مش زي الماكس. الماكس بيبدا من 256، البرو بيبدا من 128 وبينتهي عند 1 تيرا بايت. بيجي باليو اس بي سي، بيجي داعم لكل مزايا الذكاء الاصطناعي اللي ابل هتنزلها، وهو ده اول جهاز تقدر تشتريه يكون داعم لمزايا الذكاء الاصطناعي. يعني كل ما قبله سواء كان ال 15 العادي او البلس نفسهم مش هيدعموه، فال 15 برو هو رائد او بدايه الذكاء الاصطناعي. وكل التوليفه دي بقى بتديك اداء لا غبار عليه على الاطلاق. اي حاجه عايز تعملها على ال 15 برو مش هيقف قصادك تماما، من اول الاداء العبيط البسيط بتاعنا الفيسبوك والانستجرام ستوريز والكوتو مود والحاجات دي لغايه الكونسول جيمنج.
تقدر تلعب هنا الالعاب اللي بتنزل على البلاي ستيشن والبي سي، العاب معينه طبعا، لسه مش كل الالعاب على الايفون 15 برو على هذا الفصل الصغير. تقدر تلعب عليه اساسنز كريد، تقدر تلعب عليه اسمها ايه، ريزيدنت ايفل، ولسه في العاب اتقل واتقل واقوى واقوى. الايفون 15 برو حصريا هيكون مدعمها. برضو ال 15 بلس وال 15 العادي مش هيكونوا مدعومين لتلك الالعاب، فانت هتاخد هنا تجربه استخدام وتجربه العاب فوق الروعه. لعبه زي ببجي تشغلها 120 فريم على جرافيكس سموث مستريح، تعديل صور، تعديل فيديوهات، كل الكلام ده ال 15 برو مش هقول لك لا عليه اطلاقا. وعلى الرغم من انك ممكن تحس ان الجهاز ده صغنون وكوتو موتو ووزنه خفيف فبطاريته تبقى مش احسن حاجه، فاحب اقول لك انك غلطه، لان بطاريه الجهاز ده والقطعه اللي في ايدي دي بطاريتها 88%، هتديك حوالي 6 ساعات سكرين اون تايم مستريح على الاستخدام المتوسط. ولو بطاريه اعلى من كده ممكن يزيد معاك نص ساعه بالكتير قوي قوي قوي، ساعة الا ربع سكرين اون تايم. عشان الناس اللي بتتخيل ان بطارية 100% من ال 88 او ال 85 بتدي ساعتين 3 سكرين اون تايم زيادة، مفيش الهاكس ده. وفي تركايه هقول لك عليها في اخر الفيديو، كمل معايا عشان تعرف تشتري الجهاز ده بارخص سعر ممكن. والجهاز بيشحن من 0 ل 100% في حوالي ساعة ونص. بيدعم الماكس سيف لغاية 15 واط. سيبك بقى من كل الكلام ده وخلينا نتكلم عن الكاميرات. الايفون 15 برو بيجيب 3 كاميرات. الاساسيه 48 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 1.8، سنسور شيفتد مثبته بصريا عن طريق التقنيه الخاصه بابل، وعدسه الترا وايد 12 ميجا بكسل، فتحه عدسه اف 2.2، وعدسة ثالثة هي دي وجه الاختلاف ما بينه وما بين ال 15 برو ماكس. ليه؟ لأنها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.8. طب ما يا صدى هي نفس الأرقام بتاعت الماكس؟ لا، هنا العدسة دي بتديك تقريب بصري 3 مرات بس، 3x اوبتيكال زوم، عكس ال 15 برو ماكس اللي بيديك 5x اوبتيكال زوم. الكاميرا دي بعدها البؤري ما يعادل حوالي 77 مللي، في حين ان ال 15 برو ماكس 120 مللي، حوالي 120 مللي. لو جينا نبص على نتائج الكاميرا الاساسيه فهي نفس نتائج ال 15 برو ماكس. اللوك الجديد الخاص بابل اللي بيبقى فيه كونتراست اعلى شويه، اللي تحس ان الالوان ابهت مما كانت عليه من قبل، ولكن ده لا يمنع اطلاقا ان الصور حلوه. الصور فيها كل معايير الصوره الجميله الممتازه، شاربنس ممتازه الى ابعد الحدود، دايناميك رينج محدث عن السلسله اللي قبله. بقيت تقدر تاخد صور 24 ميجا بكسل على الوضع الافتراضي. انت كل الاجهزه اللي قبل كده اقصى ريزوليوشن كنت تقدر تاخد بيه صوره 12 ميجا بكسل، لغايه ال 14 برو والماكس بقيت تقدر تاخد صور 48 ميجا بكسل، ولكن دي را لازم تاخد فيها شاتر لاج عالي، بتاخد اسلوب معالجه اقل شويتين 3 من الصوره ال 12 ميجا بكسل العاديه. ولكن هنا انت بتقدر تاخد صوره بريزوليوشن الضعف، يعني الصوره يبقى فيها تفاصيل اكتر كل لما تعمل زوم، بنفس اسلوب معالجه ال 12 ميجا بكسل بدون شاتر لاج تقريبا. نفس الزمن اللي هتاخد فيه الصوره ال 12 ميجا بكسل هو نفس الزمن اللي هتاخد فيه الصوره ال 24 ميجا بكسل. مش هتاخد احجام صور كبيره اطلاقا، الصور ال 24 ميجا بكسل ممكن تزيد ميجا ولا حاجه عن ال 12 ميجا بكسل. ده غير انك تقدر تاخد صور بابعاد بؤريه مختلفه من ال 1 اكس نفسها، من العدسه الاساسيه نفسها. تاخد البعد بتاعك ال 24 مللي، واعتقد بعد 28 مللي وبعد 35 مللي. بعد كده بتدخل في ال 2 اكس اللي هو كروب من السنسور الاساسي اللي بيديك حوالي 48 مللي او 50 مللي. والكاميرا التليفوتو ال 3 اكس بتقدر تاخد بيها بورتريهات ممتازه لابعد الحدود، تاخد نتائج هتبهرك وهتخلي عينك مبسوطه بالفعل. كمان مع السمارت اتش دي ار 5 اللي قلنا ان الدايناميك رينج يعني هو المسبب ان الدايناميك رينج في الجهاز ده بيبقى احسن، فلسعان المناطق المضيئه هيبقى اقل. الكاميرا الالترا وايد برضو هتاخد بيها صور محترمه جدا جدا، وبينطبق عليها نفس اسلوب المعالجه اللي بينطبق على باقي الكاميرات. كل ده كوم، واللي اتكلمنا عليه برضو في فيديو ال 15 برو ماكس كوم تاني، الا هو تصوير الفيديو، لان اي قدرة تصوير فيديو شفتها في فيديو ال 15 برو ماكس فهي موجودة في ال 15 برو. بداية من تصوير الفيديو العادي ال 4K ال 60 فريم في الثانية، ال SDR مالوش دعوه باي حاجه احترافيه بقى، لغايه الفيديو ال 4K 60 فريم في الثانيه، ال HDR، الدولبي فيجن، التمبت كلر، البروريس والبروريس لوج. دي عينه فيديو 4K 30 فريم في الثانيه من الايفون 15 برو على الوضع العادي خالص. فيديو SDR من ابلكيشن الكاميرا الاعتيادي. زي ما انت شايف الفيو حوالينا، زي ما انت سامع الصوت،
والفيديوهات اللي ببقى طالع او عينات الفيديوهات اللي ببقى طالع انا فيها وبكلمك وكده بتبقى عشان لو حبيت تجيب الموبايل وتصنع بيه محتوى وانت لسه مبتدئ ومش عايز بقى تجيب ابلكيشنز احترافيه ومش عارف ايه غير لما تشوف الكلام هيروح لفين. برضو احنا هنا الاضاءات احترافيه نوعا ما، احنا برضو في الاول والاخر في استوديو، الوضع او الدور هيبقى مختلف والاضاءه العاديه بتبقى مختلفه والكلام الجميل ده. طب ولو انت محترف بجد بقى ومعاك عده تصوير وعايز اداه تكون مساعد اول ليك لما تبقى مش عايز تخرج بالكاميرا بس لسه في نفس الوقت عايز تلقط فيديوهات احترافيه وتقدر تعدل على الالوان بتاعتها وعلى كل معلوماتها بعدين في برامج المونتاج، برضه الايفون 15 برو هيوفر لك النقطه دي مع ميزه البرو ريسلوج اللي بيديك فيديو خام فلات عشان تقدر تعدل عليه انت بعد كده. والفيديو بيبقى باحجام كبيره جدا لما بتاخده من ابلكيشن الكاميرا الافتراضي. في ابلكيشنز ثانيه بتخليك تصور بروريس لوج برضو، ولكن الفيديو بيبقى حجمه اقل حبتين ثلاثه. فالايفون 15 برو بيوفر لك كل اللي انت عاوزه حرفيا، من الابتداء تماما الى الاحترافيه القصوى. طب ولو بقيت عايز تخلي الفيديو شكله احترافي اكتر من غير ما تكون انت محترف، هتعمل ايه؟ هتشغل السينماتيك مود زي ما انت شايف قدامك دلوقتي على 4K 30 فريم في الثانيه، بل وتقدر تتنقل ما بين ال 1x وال 2x. اتكلمنا 100 مره قبل كده وقلنا ان كلما كان البعد البؤري رقمه اكبر كل ما الوش بان اروق والشكل بان احترافي اكتر كده. فال 2x ده بيديك بعد بؤري ما يعادل حوالي 50 مللي، واحنا زي ما قلنا بياخد كروب من السنسور ال 48 ميجا بكسل، ولكنه بيبقى مرضي بشكل كبير جدا جدا. وزي ما قلنا لو انت لسه بتبدا في صناعه المحتوى فممكن تعتمد على السينماتيك مود بشكل كبير. اهم حاجه بس ما تخليش العزل وراك يبقى زياده قوي، ده بتقدر تتحكم فيه من ابلكيشن الفوتوز عادي خالص وتقلل العزل وتخليه اقوى. وكمان كل ده بعد ما بتاخد الفيديو اصلا، فخليه اقل عشان لو اتحركت او حاجه الموضوع ما يبانش ان هو ارتفيشال او صناعي. قدرات تصوير فيديو تخليك تقدر تعتمد على جهاز زي ده بالكامل في صناعه المحتوى او في انك تعمل فلوس من وراه. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن موضوع البروريس لوج ده وتصوير الفيديوهات الاحترافي وكل الكلام الجميل ده، انصحك تشوف فيديو ال 15 برو ماكس. هو لازم اخليك تشوف الفيديوهين عافيه. ده غير الكاميرا الاماميه ال 12 ميجا بكسل اللي بفتحه عدسه اف 1.9 اللي بتدعم تصوير الفيديو 4K 60 فريم في الثانيه HDR دولبي فيجن، طلع نتائج ممتازه جدا جدا. ولكن زي ما قلنا اسلوب المعالجه نفسه بيختلف. الناس اللي بتستخدم ايفون من زمان وحولت لل 14 برو او ال 15 برو او ال 16 برو هيفهموا اللي انا بتكلم عليه ده. السكين تونز، لون البشره نفسه اللي كان بيطلع من اجهزه ابل قبل كده بحيث ان هو اورنج كده وبرونزي الناس كانت بتحبه، والشعر كان بيبقى لونه فاتح كده وجري، الكلام ده اقل بكتير مما كان عليه مقابل. هتحس ان الكونتراست اعلى، الشعر هيبقى مطفي اكتر، لونه اسود اكتر، دقنك هيبقى لونها اسود اكتر، المناطق المظلمه في وشك هيبقى برضو لونها اسود اكتر وما الى ذلك. ولكنها برضو تقدر تعتمد عليها بشكل كبير جدا، وفي الفيديوهات كمان تقدر تعتمد عليها بشكل اكبر واكبر. طيب نيجي للملخص بقى. اشمعنى صدم ال 15 برو هيبقى صفقة أحسن من ال 15 برو ماكس؟ رغم إنه قلت أنت في الأول إن هو معقد حبتين كده، أو الناس اللي عايزاه معقدة في طلباتها حبتين. هو مش عايز 14 برو وفي نفس الوقت عايز جهاز برو، ومش عايز يشتري ال 16 العادي، ومش قادر يوصل لل 15 برو ماكس. هو حرفيا الجهاز ده موجه للناس دي اللي هو المستخدم العادي، ولكنه عايز جهاز ب3 كاميرات وعشان يقدر ياخد بورتريهات بقى 3x او اكبر من ال 2x يعني، وفي نفس الوقت ياخد بقى احدث الفيتشرز التيتانيوم والشاشه ال 120 هرتز وما الى ذلك. فال 15 برو هو موجه للناس دي، لان بعيدا عن سعره جديد خالص، احنا مش هنذكر حتى سعره جديد لان انا ما برشحش انك تشتريه جديد اطلاقا. الجهاز ده سعره مستعمل حاليا، لو هتجيب ال 256 منه لو بطاريته 100% حتى هيكون في رينج سعر 45 46 الف جنيه. واحنا قلنا ان ال 15 برو ماكس سعره تقريبا ما بيقلش عن 50 الف جنيه. فبسم الله الرحمن الرحيم، انت لو اشتريت جهاز يعتبر لسه جديد وفيه ضمان و100% وكل حاجه، فانت وفرت 5000 جنيه. طيب التركايه بقى اللي كنت بقول لك عليها من شويه عشان تشتري الجهاز ده
بسعر ممتاز وتبقى وفرت شويه حلوين عن الايفون 16 العادي كمان، لان احنا قلنا ان ال 16 العادي حاليا سعره بيتراوح من 44 او 45 الف جنيه، فهو يعتبر بنفس سعر ال 15 برو ال 256 المستعمل اللي بطاريته مش هنقول 100% عم اللي فوق ال 95%. فالتركايه هي ايه؟ انك تدور على الجهاز ده لو انت محتاج مساحه عاليه 256 تدور عليه بطاريه تكون اقل من 90%، لان الناس يعني سوري في اللفظ اللي مش فاهمه بتعتقد ان الجهاز ده بطاريته كده باظت فبيفرطوا فيه بسعر اقل بكتير. وعندك مثال لهذا الجهاز وده مش داعي او اعتبرها داعي، انا حر. الجهاز اللي في ايدي ده بطاريته 88%، حالته ممتازه جدا مع الكرتونه والكابل بتاعه و256 جيجا. بنبيعه على الستور التليجرام عندنا اللي هتلاقيه في الديسكريبشن تحت في الفيديو ب 42 ونص، فده سعر ممتاز جدا على 15 برو 256 سواء كنت هتجيب ده يعني الجهاز ده او غيره. بتكلم ان انت لو لقيت حاجه بنفس المواصفات وبنفس السعر ده فهتبقى صفقه ممتازه جدا. ادينا وفرنا 7500 جنيه عن اقل 15 برو ماكس ممكن نشتريه. طيب عايز انزل شويه كمان يا صدم، ممكن تدور على ال 128 وبطاريته تبقى برضو تحت ال 90% او حتى ما بين ال 90 وال 95، هتلاقيه في رينج 41000 جنيه. فهنا القرار بيرجع ليك. انا شخصيا لو في الفئه السعريه دي او حتى اعلى من الفئه السعريه دي فانا هروح اشتري 15 برو لان انا بحب الاجهزه الصغيره بس مش اكتر يعني. ولو في الفئه السعريه دي بس ومزنوق فيها فعلا كل تفكيري هيبقى ما بين ال 15 برو والايفون 16 برضو. ده انا لو مش هشتري اندرويد خالص، عشان في ناس بتعتقد ان انا طالما قلت ان الجهاز ده في الفئه السعريه دي هو التوب فيبقى التوب على الاندرويد كمان. لا، ثانيه واحده. احنا معانا هنا S24 الترا مع الايفون 15 برو، والاس 24 الترا سعره جديد متبرشم ضمان دولي حوالي 44 ألف جنيه، آخر فلاج شيب من سامسونج. هل ساعتها هيبقى أحسن من الآيفون 15 برو والماكس ولا هيبقى فيه كلام تاني؟ لو عايز تعرف إجابة السؤال ده انزل اكتب لنا تحت في الكومنتس انك عايز مقارنه ما بين الاس 24 الترا والايفون 15 برو والماكس. ولو عجب الفيديو تعمل ايه؟ ما تنساش تعمل لايك وتنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتابعنا حسابات على السوشيال ميديا، هتلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن من ضمن قناه التليجرام. لعل لو عايز تحب تشتري موبايل مستعمل في يوم من الايام وتلاقيه موجود عندنا. وما تنساش تستخدم اكواد نون اللي بتظهر قدامك طول الفيديو على الشاشه، بتدي خصومات صحيحه جدا وتخلي الشحن مجاني. كان معاك احمد صدومه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.